السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي، قناة الجدة سهير. هعمل لكم النهاردة ان شاء الله الصينية. فعلا يعني هو الشتاء محتاج الصينية دي، مغذية جدا جدا وبتدفي قوي 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 في ايام الشتاء دي. هعمل لكم نبتدي مع بعض. معايا هنا كوسة بقطعها بالطول، ممكن تقطعيها حلقات زي ما انت عاوزة. نقطعها كده بالطول، يعني شرايح لا هي سميكة قوي ولا هي رقيقة قوي. احطها في طبق وارش عليها شوية ملح صغيرين. أنا بحب املح الخضار اول ما اقطعه. ومعايا هنا بطاطستين هقطعهم. قطعتها بالطول وبعدين نقطعها حلقات زي ما احنا شايفين كده. ومعايا بتنجانة كبيرة هبتدي برضه اقطعها، يعني ممكن تقطعيها مكعبات، ممكن تقطعيها زي وهي كبيرة كده زي ما هي حلقات، زي ما انت عاوزة. ومعايا هنا قرنين فلفل. الفلفل دوت يعني حراق بس حرقانه مش جامد. اذا انت عشان اطفالك او ولادك ممكن تحطي فلفل اخضر رومي. قطعتها هنا بالطول وبعدين نقطعها برضو حلقات كده. ان شاء الله يا رب تعجبكم. وانا مش هقول لكم حطوا لي لايك ولا سبسكرايب، لكن شوفوا الفيديو الاخر لان كله تكات صغيرة كده ومهمة، وهنشوف ازاي هنطبق الصينية دي مع بعض. حطيت هنا الفلفل والبتنجان في المص برضو، رشيت عليهم شوية ملح. جبت هنا بقى الشعلة دي، لان انا الحقيقة بطلت اقدر اشتغل وانا واقفة خالص، فاشتريتها علشان اشتغل وانا قاعدة. نشغلها بقى ونحط الزيت يقدح، نبتدي بقى نقلي الخضار بتاعنا. حطيت الاول البطاطس نقليها كده، يعني مش قلية كاملة لان طبعا هي برضو سميكة شوية، حتى لو قليناها مش هتبقى مستوية قوي. ان شاء الله نشوفها تكمل سواها بقى في الصينية بإذن الله. انا بس الفكرة ان انا اديهم لون، وبعدين الصينية دي ما ينفعش ان انا لو انت عايزة تعمليها ني في ني مفيش مشكلة، بس هي جمال طعمها في انك تعملي كده، انك انت تقلي الخضار. النص قلية دي بتخليها بتخلي طعمها حلو قوي قوي. هتشوفوا في الاخر قد ايه الصينية ديت مغذية وقد ايه بتدفي. نحط بقى الكوسة برضو هنديها قلية بسيطة كده. عطيتها انا لون بسيط كده ذهبي. نشيلها برضو. انا بنشيل الحقيقة الخضار في مصفى علشان الزيت الزيادة ينزل. والله في الاخر ما الخضار ما اخدش، يعني لما اقول معلقتين زيت هو اللي خدهم. لقيت الزيت في الطاسة زي ما انا حطيته، يعني يمكن ناقص بس حاجة بسيطة قوي، والزيادة حتى اللي فيه بتنزل من المصفى. احط بقى البتنجان برضو يتقلي. هو الحقيقة أنا في الأول فكرت إن أنا أعمل صينية مسقعة باللحمة المفرومة، بس قلت طب ما نخليها مغذية أكتر ونحط لها بقى خضار. كان عندي بطاطس وعندي كوسة وعندي الفلفل، فقلت نطعمها بقى تبقى صينية مسقعة خضار مش مسقعة بتنجان. والله جربوها، مش ما عندكوش فكرة قد إيه طعمها جميل.
ان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبكم ان شاء الله. انا الحقيقة هنا اول مرة استخدم البوتاجاز دوت، الشعلة دي، فانا لسه برضو مش مظبطة النار قوي يعني، لسه مش عارفة درجة الحرارة تبقى كام، فانا كل شوية بفضل اقلب في الحاجة واتفاجئ انها اخدت لون اكتر ما انا عايزة. فمعلش سامحوني اول مرة استخدمه، لان انا زي ما قلت لكم ما بقتش اقدر اشتغل وانا واقفة. ننشل برضو البتنجان في المصفى عشان يصفي اي زيادة في الزيت. كده خلصنا. نجيب بقى معلقة سمن بلدي حلوة كده، انا لسه الزبدة البقري دي لسه مسيحاها امبارح، فاخدت منها معلقة. عندي هنا بصلاية كبيرة، آه يعني قسمتها نصين، وكل نص قطعته جوليان كده او جوانح. نقلبها شوية في الأول البصلة، تبتدي بس تدبل معانا. بعد كده ابتدي احط الفلفل اللي انا قطعته، ونقلب برضو شوية ياخدوا بس من نكهة السمنة. انا مش هحمرهم ولا حاجة، هو بس ايه يدبلوا. بعد كده انا جبت كام فص توم كده، قطعتهم صغير وحطيته. معلش انتم ملاحظين ان التوم هنا لونه مصفر شوية، لان انا ببقى شايلة التوم في الفريزر فصوص بقشره زي ما هو، علشان ما يفقدش اي قيمة غذائية. واول ما بطلعه بقشره وابتدي اقطعه بالشكل ده. بيبقى لونه كده في الاول اصفر، لكن بمجرد ما يشم النار بيرجع لونه ابيض تاني. والله لو تشموا بقى ريحة الحاجة دي وهي بتتقلب كده في السمنة، ريحتها في منتهى الجمال. نقلب برضو شوية عشان التوم برضو يبتدي يدبل ويبتدي يندمج كله مع بعضه. انا هنا كان عندي لحمة معصجة، اللحمة دي بعصجها فيها ذرة، فيها مشروم، فيها جزر، فيها فلفل الوان، فشوفوا طبعا وبصل. فشوفوا قد ايه بقى الوجبة في الاخر هتبقى قد ايه مغذية. ابتدي بقى برضو اللحمة اقلبها مع بقية الحاجة اللي كانت في الطاسة. وعندي هنا هريسة فلفل عاملاها، هاخد منها كده معلقة. بالرغم انه الفلفل حراق شوية، بس انا برضو بحب نكهة الهريسة في الاكل. نقلب برضو كله مع بعضه. النار هنا انا مش معلياها، انا مخليها هادية. احط التوابل بقى. عندي هنا معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كاري، وطبعا حطيت الفلفل الاسود بس هو يمكن ما ظهرش في التصوير، مش عارفة ليه. بس بحط فلفل اسود نص معلقة، لان اللحمة المعصجة فيها فلفل اسود. والصلصة دي انا عاملاها وشايلاها في الفريزر، عاملاها صلصة مش مجرد طماطم وضربتها في الخلاط وشلتها، لا، بحطها على النار في الاول، وبعدين لما تبتدي تغلي الطماطم بروح واخده الطماطم نفسها واضربها في الخلاط وارجعها تاني على النار واسيبها، وافضل كل شويه اقلب واسيبها لغايه ما تقصر عشان تبقى صلصه. زودت هنا شويه ميه عشان لقيتها صلصه تخينه. نبتدي نعمل بقى البشاميل هنا. انا لاني قليت الخضار فانا هعمل البشاميل على البارد. جبت كوبايتين لبن حليب، ودوبت فيهم مكعب مرق، بس انا بستخدم هنا مرق خضار مش مرق دجاج. وابتدي بقى احطها على النار واقلب. النار مش عالية قوي،
بس على طول لازم اقلب على طول، لانه عشان ما يتكتلش معايا الدقيق باللبن. بفضل اقلب لغاية ما ياخد السمك اللي انا عاوزاه. بجيب بقى الصينية بتاعتي البايركس اللي انا هعمل فيها، وفي اي صينية انت عايزاها بحط طبقة من البشاميل، وابتدي ارص بقى طبقة هنا من البتنجان، وفوقها طبقة من العصاج الغني بقى جدا، اللي كله فيتامينات وكله مواد غذائية، آه، وطعمه مش ممكن، والله طعمه في منتهى الجمال. احط بقى طبقة الكوسة، وارجع احط تاني طبقة لحمة. زي ما قلت لكم قبل كده، هي مش مجرد بس لحمة كده معصجة، دي فيها فلفل اخضر وفلفل الوان، وفيها جزر وفيها مشروم وفيها ذرة، فيعني وبصل، فيعني كلها غذاء. احط تاني طبقة بتنجان، انا عاملة البتنجان هنا اكتر، يعني هيبقوا طبقتين بتنجان وطبقة كوسة، وارجع تاني اعمل برضو طبقة العصاج، وارص اخر طبقة بقى البطاطس. يا رب اللي لسه بيتفرج معايا على الفيديو لغاية دلوقتي اتمنى انه يكون عجبه، واتمنى ما تنسوش تعملوا لي اللايك وتعملوا لي سبسكرايب، وشجعوني كده عشان ارجع تاني اعمل فيديوهات، لانه انا زهقت من الوحدة اللي انا فيها ديت. لا، فلازم اشغل نفسي. يا رب اقدر اعمل حاجة تفيدكم، لان هي دي الحاجة اللي بحبها. اخر طبقة بقى عصاج حطيتها فوق البطاطس، اسويها بقى كويس عشان لما احط طبقة البشاميل هنختم بيها ان شاء الله بقى الصينية بتاعتنا، طبقة البشاميل الجميلة دي. نساوي بقى البشاميل بتاعنا، بعدين احط بقى شوية جبنة موزاريلا كده يدوا للصينية كده لون جميل. الحقيقة يا جماعة أنا أسفة جدا جدا، أنا صورت لما الصينية طلعت من الفرن، بس أنا مش عارفة الفيديو راح فين. هل أنا ما ضغطتش على تشغيل الكاميرا؟ مش عارفة. دخت على الفيديو الأخير اللي هو بصور فيه الصينية لما طلعت وقطعت قطعة والجبنة بتمط، وكانت جميلة والله. مش عارفة ايه اللي حصل، راح فين الفيديو ده، مش عارفة. المهم يعني هندخلها الفرن. هي مش هتاخد وقت كبير طبعا، لانه الحاجة كلها تلات ارباع سوا. فهنا انا لما ما لقيتش الفيديو اضطريت ان انا اصور الصينية بعد ما اخدنا منها، فاعذروني.